عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. عاملة النهاردة معاكم مسقعة بالفلفل، وعاملة كمان طبق بابا غنوج، واللفت اللي أنا كنت مخليلاه معاكم اهو. بصوا لونه حلو وجميل ازاي لما بتكتروا في البنجر. هقول لكم على الطريقة ويا رب تعجبكم إن شاء الله. يلا بينا. جبت هنا طبعا البتنجان بتاعي اللي انا عملت فيه، حطيت فيه شوية ملح لحد ما انزل المية بتاعته الغامقة، وبعدين حطيته تحت الحنفية بالشكل ده علشان ينزل كمية الملح اللي اقدر عليها، وبعدين هصفيه علشان ابتدي احط فيه الحاجة اللي هتخليه ما يشربش الزيت. عندي هنا المكون اللي هيخليني وانا بقلي البتنجان ما يشربش معايا الزيت، الا وهو الدقيق. المكون ده سحري بجد يا جماعه، جربوه اللي ما جربوش. بجيب البتنجان كده واحط حبه من الدقيق وابتدي اعفر. انا قلت الموضوع ده على فكره على القناه كذا مره، بس بقوله تاني للعلم يعني للي ما يعرفش. وعفر فيها البتنجان بالشكل ده. احاول ان انا انفض البتنجان بالشكل ده مع من الدقيق عشان لما اجي احطه في الزيت ما يشربش معايا زيت. ده غير كمان اللي بيحب ياكل البتنجان من غير مسقعة او حاجة زي كده هيلاقيه مقرمش وطعمه جميل جدا. مش هتلاقيه شارب زيت، مش هتلاقيه طري في ايديكي، بالعكس هتلاقيه مقرمش وجميل قوي. هخلص الكمية كلها عشان ابتدي اقلي البتنجان بتاعي عشان احطه في الصوص. عندي عشان اعمل الصوص بتاع المسقعة جبت طماطم وبصل وتوم، احطهم في الخلاط عشان اعمل الصوص بتاع المسقعة. لو عايزاها مشطشطة قوي ممكن تحطي في الصوص ده قرنين فلفل حامي، لو مش عايزاها مشطشطة خلي الفلفل ممكن يبقى بر. طبعا انا هعمل معاكم النهارده المسقعه بحته ليا كده جميله هتعجبكم جدا بجد. اصحاب المزاج هم اللي هيقدروا يفهموا ان صينيه المسقعه باللية طعمها بيوديكي في حته ثانيه خالص. بتحطي حته اللية بتاعتك كده، طبعا ده حسب المزاج، يعني لو مفيش مزاج او ما بتحبيش اللية ممكن تعمليها عادي بحته زبده بسنه من الزيت المتاح لك، بس اللية بتديكي طعم حلو قوي. حطيها كده في قلب الصينيه لحد ما تسلي نسبة الدهون اللي فيها. بتحطي عليها في المرحلة دي شوية كده من الفلفل عشان الريحة بتاعت اللي هي تطلع معاكي، وشوية من الملح. في اللقطة دي كده هتشمي ريحة حلوة قوي. ونسيبها بس لحد ايه ما تنزل نسبة الدهون اللي فيها. هنا خلاص نزلت نسبة الدهون اللي فيها بالشكل ده. عندي جبت بصلاية حلوة كده عملتها جوانح عشان اديها بس تشويحة واحدة. انا بحب احط في الصوص بتاع المسقعة بصلاية، واحط هنا مع حتة اللي او حتة الزبدة كمان بصلاية، بتدي طعم حلو قوي مع البتنجان وانت بتاكليه. تدبل بس عشان انزل بالصوص بتاع الطماطم.
خلاص عندي هنا البصله دبلت بالشكل ده، هبتدي انزل عليها بعصير الطماطم والبصل وكام فص ثوم عشان يدي طعم حلو للمسقعه. لو عايزاها زي ما قلنا حراقه ممكن تحطي مع الخلطه دي كده قرنين فلفل حامين. لو عندك اطفال ومش حباها انها تكون حراقه ممكن تعملي الفلفل بره مع البتنجان وانت بتقلي. عندي هنا هحط معلقه سكر، اي حد بيعمل حاجه فيها صلصه يحط معلقه سكر علشان خاطر الحمو والحموضه بتاعه المعده. هنحط الملح بتاعنا ونظبط الطعم طبعا، ما تكتريش الملح في المسقعه لان البتنجان بيبقى شارب نسبه من الملح. وعندي هنا شويه من الفلفل الاسمر وهغطي عليها لحد ما تتصلصل. طبعا حطيت طاسه على النار عشان ابتدي اقلي البتنجان. انا عملت البتنجان هنا كله عفرته بالدقيق زي ما قلت لكم علشان خاطر ما يشربش معانا زيت. هنبتدي نقلي كده البتنجان. صدقوني الحركه دي التركايه ديت هتخلي البتنجان ما يشربش معاكي اي زيت خالص، وهيخلي البتنجان مقرمش وطعمه جميل جدا معاكي. انا ممكن اكتب لك على الفيديو ان ممكن تعملي البتنجان بتاعك من غير ما يشرب معاكي ولا نقطه زيت. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، في حاجه اسمها مصداقيه في العنوان بتاع الفيديو علشان خاطر يلاقي حد يصدق الكلام اللي بيتقال. في ناس بتبقى عايزه مشاهدات فبتكتب تقولك ايه على الراس بتاعه الفيديو ممكن تعملي كيلو بتنجان من غير ما ياخد نقطه زيت. الكلام ده كله طبعا يا جماعه غلط مش صح عشان تكسب مشاهدات او عشان تفتحي الفيديو. انا عندي مصداقيه في كل حاجه انا بقولها لاني بقدم حاجتي بامانه. نفس الاكل اللي انا بعمله في بيتي ما بعملش حاجه خاصه كده ولا كده، وبدي كل المعلومات اللي انا عارفاها والتركات اللي انا عارفاها بامانه ربنا للبنانيت الصغيرين اللي لسه مش بيعرفوا يدخلوا المطبخ. اما طبعا الستات الكبار اللي هم الشطار بيعرفوا يعملوا كل حاجه، وممكن اكون انا اقدر افيد الناس بحاجه ممكن ما يكونوش عارفينها. نرجع تاني للفيديو بتاعنا ونقول هتقلل معاكي نسبه من امتصاص الزيت للبتنجان. وطبعا عندي على عيني التانية اصلا الصلصه بالشكل ده كده، الصلصه اللي هي بالايه، الصوص اللي بالايه، بالليه. هتعملي احلى صينيه مسقعه بحته ليه جميله جدا. هخلص معاكم مقدار البتنجان كله وارجع لكم تاني. طبعا عندي هنا البتنجان خلاص، شفتوا لونه حلو وجميل ازاي. ده غير كمان ان مش شارب زيت، يعني تمسكي البتنجانيه كده بصي مش شاربه زيت خالص معاكي. عندي هنا طبعا الصلصه خلاص انا هطفي عليها عشان هرص فيها البتنجان كله الاول كده. خلاص كده هي الحمد لله اتصلصلت وبقت جميله جدا. هبتدي بقى ايه اطفي عليها وانزل بقى البتنجان عندي في الصوص بتاع الصلصه بالشكل ده على طول وهو سخن زي ما هو. طبعا مفيش مشكله ان انت تحطيه وهو بارد، بس انا يمكن عشان عامله الاتنين مع بعض هقفل الاكله كلها مره واحده. هنزل كده بالبتنجان اللي انا حمرته في قلب الصوص. ابتدي احط كمان دور تاني لحد الكميه بتاعه البتنجان كلها بتاعتي ما تخلص بالشكل ده. كده انا خلصت معايا البتنجان. هبتدي انزل معايا بالفلفل. لو انت طبعا حباها تكون مكتره. كده عندي البتنجان بس الكميه حلوه وجميله ازاي. احطها كده في قلب الصوص بتاعها وابتدي اشغل النار على نار هاديه خالص لحد ما تدخل بس في قلب الصوص.
كده انا شغلت النار تاني على المسقعه بالشكل ده. طبعا كميه البتنجان اللي انا عملتها دي كلها والله يا جماعه ما زودت اي حاجه من الزيت خالص. كل اللي انا عملته ان انا حطيت الدقيق وقليت البتنجان معاه بالشكل ده. هطلع كده الفلفل وارصه على المسقعه بالشكل ده. انا ما بحطوش في قلب المسقعه بتاعتي لان في ناس عندي بتحب الحراق وناس عندي بتحب البارد، فبرضي جميع الاذواق. بحطهم بالشكل ده كده، نطفي على الزيت. ادي كميه الزيت اللي عندي. اعمل كمان فيها 1.5 كيلو او 2 كيلو بتنجان كمان مره كده. هحط الفلفل على البتنجان بالشكل ده واسيبهم بس يغلوا غلوه واحده بس علشان الصوص يدخل في قلب البتنجان. طبعا هتحدقي الحدق بتاعك اللي انت عاوزاه، وقلنا ما نحاولش ان احنا نحدق الصوص قوي عشان البتنجان كان فيه نسبه من الملح عشان الحاجه ما تحدقش معاكي. نفرض انها احتقت معاكي، هتحطي نص بطاطايه او تقطعي بطاطايه 4/4 وتحطيها في قلب الصوص، هتسحب لك كل الملح اللي موجود فيها وتظبط لك الطعم. كده انا خلاص خلصت. هسيبها على النار وهقدمها. عندي هنا طبعا هعمل طبق بابا غنوج. حطيت البتنجانه دي معاكم على النار ودورتها على قد ما قدرت على اساس ان هي تستوي من كل الجوانب. هعمل بالسكينه هنا كده كده عشان ابتدي اشيل القشر بتاعها بالشكل ده. بيتشال معايا بمنتهى السهوله. طبعا انا كنت الاول بحطه في كيس وبعدين اروح سايبه شويه وبعدين اروح عاملاه، لقيت الموضوع مش مستاهل خالص يا جماعه. بايدك عادي جدا تنضفي البتنجانيه بالشكل ده معاكي كده وتشيلي منها كل القشر الاسمر ده، وحتى لو في قشرتين او 3 اتعملوا مفيش اي مشكله. القشر ده كله يا جماعه فيه حديد، بس احنا يمكن عشان بيبقى في بقنا ممكن مش مستحب وكده، فاحنا بنشيله خالص. كده انا خلصت البتنجانيه بالشكل ده. هحطها هنا كده في الطبق واقطع الحته اللي فوق دي كده. هبتدي اعملها كده وهقول لكم على الاضافات اللي انا هحطها عليها عشان تدي الطعم الحلو الجميل. كده انا خلصت النظافه بتاعه البتنجانيه. كده ههرسها بالشكل ده. احط عليها شويه من الكزبره الناشفه بالشكل ده، وهحط شويه من الفلفل الاسمر مش كتير، وشويه الملح اللي هيظبطوا لك الطعم بتاع البتنجان، وشويه من الزيت الصغيرين كده، وشويه من الطحينه بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه الطبق ده غني جدا بالحديد وبيحتوي على مكونات كتيره قوي ومعادن كتيره جدا. اي حد عنده نقص في الحديد لو طبق زي ده كله في النهار او بعد الفطار او على الفطار مفيش مشاكل خالص، بيمد الجسم بالحديد اللي محتاجه. كده اكون خلصت معاكم طبق بابا غنوج.